فين الحكمة لما نفتكر إن الشهيد لما يموت أو المؤمن هو المسكين وفي الحقيقة إحنا المساكين؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهل بس كده؟ بل هم منتظرين لينا. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إن قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن الآية. قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. يعني أرواح الشهداء في بطون طير، الطير دي لونها أخضر، بتسرح من الجنة حيث شاءت وهي في بطون الطير ثم ترجع إلى بيوتها عبارة عن مصابيح نجوم معلقة بالعرش. قال: فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، يعني لازم يسألوا، قالوا: يا رب، ما قالوش بقى نرجع للدنيا نكون مع أحبابنا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وهل الشهيد بس؟ لا، المؤمن كمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه. يعني المؤمن هيكون طائر بنفسه. فأرواح الشهداء والمؤمنين في الجنة أجسادهم في القبور وأرواحهم في الجنة تتناعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن أرواح الشهداء: يعني كأنها كالكواكب بالنسبة لأرواح عموم المؤمنين، يعني في الفضل. وقال: ويحتمل عن أرواح الشهداء ويحتمل أنهم يجتمعون بنهر بباب الجنة ويكون منتهى سيرهم فيغدى عليهم برزقهم ويراح. فهم متناعمون وبيجتمعوا ومنتظرين لينا، وإحنا فاكرين إن هم المساكين وفي الحقيقة إحنا المساكين.